عليكم يا نصور، اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشه السناب شوت بتاع دبليو كوين هيتاخد يوم 27 اكتوبر، يعني بالظبط لسه 22 يوم. طبعا البوت ده انا اساسا شغال عليه بس ما شرحتوش في القناه، ما كنتش مستريح له قوي، لكن طبعا البوت كبير جدا. البوت عليه 17 مليون مستخدم، وده طبعا رقم كبير جدا. فلما اعلن السناب شوت عرفت ان البوت ده جدي وانه فعلا هيندرج، ونزل طبعا الشروط بتاعته اللي هتخليك تتاهل للايردروب. فالنهارده ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل الشروط دي ونشرح البوت بالمره. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان ميزه عليها الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا جروب الشات اللي متواجد فيه شخصيا لو عندك اي مشكله بحلها انا او الادمن. وطبعا لايك وسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله نشرح بوت دبليو كوين او بوت الفضاء. زي ما انت شايف اول ما فتحت البوت ادينا 75000 عمله، ده عشان انا شاري بوت. البوت ده بيجمع لي عملات. هندوس على كلمه كليم. اول ما تفتح البوت هيكون معاك بالمنظر ده. طبعا هشرح البوت الاول وبعدها هشرح متطلبات التاهل. طبعا البوت بيعتمد على النقل زي ما انت شايف، لكن طبعا النقل مش مجزي، فاحنا هنشرح كل حاجه دلوقتي. خلينا نبدا واحده واحده من الاسهل للاصعب. خانه الميتس اللي تحت على الشمال دي لو ضغطت عليها بيخليك تعمل دعوه للاصدقاء عندك. لو ضغطت على كلمه انفايت ميت او شير لينك ده من الاخر عشان تدعو اصدقائك للبوت، وكل صديق انت تدعوه تاخد عليه 15000 نقطه، ده غير 8.1.5% من ارباحه. فده باختصار خانه الميت. خانه التاسك اللي تحت على الشمال دي كل يوم لازم تخش وتدوس على كلمه فيزيت دبليو كوين افري داي عشان دي برضه من متطلبات التاهل، فلازم كل يوم تخش تجمعها اللي بتديك 6000 نقطه. طبعا لو انت عندك تليجرام بيرمي يديك 200000 نقطه، ولو ضغطت 4000 ضغط على الشاشه هيديك 8000 نقطه. فهنا طبعا في مهمات كتيره جدا شبه اي بوت. هتعمل تويت على تويته، هتعمل لها لايك، هتخش البوت الاولاني او البوت الثاني فالبوت شبه اي بوت يعني. وخدت الكومبليت دي بتقول لك المهمات اللي انت عملتها خلاص. طبعا كل دي مهمات انا عاملها. خانه الاستيكنج دي مهمه جدا. طبعا في ناس بتقول حرام وفي ناس بتقول حلال. انا عن نفسي والله بتعامل مع بوت، فانا حته حرام دي بالذات انا مش فاهمها كويس من ناحيه الاستيكنج يعني، لكن عامه انا بعمل ستيكنج عادي يعني. لو هقول لك دلوقتي مطلوب ايه عشان تتاهل للايردروب من ناحيه الاستيكنج. الاستيكنج باختصار مثلا لو معاك 100000 عمله وعايز تحطهم في الاستيكنج من الاخر بيزودهم لك زي بيديك عنهم فوائد كده. طبعا انا هنا كنت عامل ستيكنج، دوس على كلمه كليم، دوس على كلمه كليم تاني وخلاص كده ضاف لي النقط. لو عايز تعمل ستيكنج هتدوس على علامه الزائد دي ودوس على علامه ستيك. هيقول لك انت عايز تعمل ستيك لمده 3 ايام و2% ولا 7 ايام و7% ولا 14 يوم و20%. طبعا البوت لسه بالظبط 22 يوم، يعني الخيار اللي يعجبك اعمله، لكن عن نفسي بعمل تلاتات على طول يعني. فانا بس انا هعمل ستيكنج العملات اللي معايا، هدوس على 3 ايام، هدوس على كلمه كونتينيو، هدوس على كلمه ماكس العملات كلها، هدوس على كلمه كونتينيو. هيقول لي التعدين بتاعك يخلص يوم 7 اكتوبر. هدوس على كلمه ستيك. زي ما انتم شايفين بيقول لي انت عملت ستيك ل 2,437,000 عمله، بيقول لي هيرجع لك 2,486,000 عمله، يعني زادوا حتى لو بنسبه بسيطه يعني. والكومبليت دي بتقول لك انت عملت كام مره ستيك. طبعا عملت كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. وخلينا بقى دلوقتي نروح لخانه البوست. عندك اول حاجه فال بيتري. انت لو البار اللي تحت خلص عندك وعايز تزوده تاني دوس على كلمه بوست، دوس على كلمه فال بيتري. يعني مثلا هنقصه شويه زي ما انتم شايفين كده، هنقصه شويه زي ما انتم شايفين بقى 1465. هدوس على كلمه فال بيتري كليم، زي ما انتم شايفين رجعت ملا. تاني حاجه زي ما انت شايف كده اسمها اللاكي دايس. اللاكي دايس دي باختصار بيطلع لك من 1 ل 6، يعني النقر بتاعك بيضربه في الرقم اللي هيطلع لك. يعني مثلا دلوقتي لو نقرت كده بيديله نقطه. طب لو خدت الدايس طلع له 1، يعني 1 في 2 فبالتالي جمعت نقطتين. طب لو 1 في 6 فالنقط بتاعك يزيد بنسبه 6 وهكذا بقى. يعني هضرب معاكم دلوقتي اذا كلمه رون طلع له 1، يعني هضربهم دلوقتي في 2 لمده 10 ثواني. فزي ما انتم شايفين النقر بتاعي بيزداد بنسبه 2. ده باختصار يعني. عندك خانه التاب. انا مثلا زي ما انتم شايفين لو وضع على الشاشه بزداد نقطه، لو رقيت خانه التاب دي هزداد نقطتين. لكن طبعا انا معيش فلوس عشان عملت ستيك، الفلوس كلها اللي معايا عشان كده مش عارف ارقيها. خانه الماكسمايزر دي انا مثلا الشيت كله بيتمنى على 1500، لو رقيت الماكسمايزر هيزود لي 500 انرجي زياده، فبالتالي بدل ما دي تبقى 1500 تبقى 2000. والشارجر دي بتزود لك الملء بتاع البار، يعني بتخليك البار يتملى بسرعه يعني. والدبليو وركر دي مهمه جدا، دي اللي بتعدل لك وانت نايم. يعني زي ما انتم شايفين اول ما فتحت البوت كان اداني تقريبا 170000 عمله، فلازم لازم لازم تشتروا دبليو وركر ده عشان يساعدكم جدا. طبعا المالتي بلاير ده ملوش اي 30 لازمه، ده بيخليك يعني تضغط على الشاشه بيطلع لك مثلا واحد فجاه مثلا طلع لك 100. دلوقتي احط صوره التاهيل قدامكم على الشاشه عشان تعملوا ايه عشان تتاهلوا. اول حاجه قال لك يور اكونت شود بي فيريفايد، يعني لازم توثق حسابك. هتوثقه ازاي؟ اول ما تربط المحفظه بيتوثق. يعني لو رحت خانه المحفظه اللي فوق على اليمين دوست على كلمه كونكت والت واخترت مثلا تون كيبر، زي ما انتم شايفين ربط بتون كيبر وقال لي اكونت فيريفايد، يعني مجرد ما تربط المحفظه بيتوثق معاك على طول البوت. تاني حاجه قال لك يور تون والت ماست بي كونكتد، يعني تربط محفظتك، فبالتالي الخيار الاول والخيار الثاني شبه بعض. انت مجرد ما تربط محفظتك البوت بيتفاعل معاك على طول. تالت حاجه قال لك كومبليت ديلي تاسك 10 دايز، يعني من الاخر خش على خانه التاسك والكلمه اللي اسمها فيزيت ده بيكون افري داي. انا مثلا هنا عندي 3، انت المفروض توصلها ل 10، فطبعا لسه 22 يوم فلسه بدري قوي انك توصلها ل 10، فخد راحتك ووصلها 10 براحتك. فكل يوم لازم تفتح البوت وتوصلها ل 10. رابع حاجه قال لك مور ذان 10 ستيك شود بي كليمد،
يعني بيقول لك لازم تعمل ستيك لمده 10 مرات. طبعا انت تقدر تعمل 3 ستيك، فانت عشان تعمل المهمه دي هتخلي الستيك لمده 3 ايام بس، فهتقدر تعدي ال 10 بكتير يعني لو بالظبط فعلت الستيك كل 3 ايام وخليت الثلاثه دول مليانين ستيك هتعمل المهمه وانت مستريح. لسه قدامك 22 يوم. طبعا هنا عمل ستيك كتير جدا، فبالتالي انا اعتبر خلاص المهمه دي. خامس وسادس حاجه بتقول لك ريجولار تاسك اكتيفيتي واكتيف ميد، يعني بقول لك اعمل دعوه لصديق ويكون نشط وتخلص كل التاسكات اللي عليك. طبعا التاسكات انا شرحتها وقلت انها سهله جدا، يا دوبك بتخش وتخرج بتكون اتعملت معاك. طبعا هنا عندك خانه الدبليو اي اي، هي طبعا ملهاش لازمه قوي فمش لازم تشتغل عليها عشان دي من الاخر بتعتمد على الحالات، فيفضل يعني ما تشتغلش عليها. واخر سطر زي ما انت شايف كده بيقول لك ذا هاير يور ابوف منشنت انديكيتور، يعني المهمات دي طول ما انت بتزودها بيقول لك ذا لارج ذا ايردروب يو كان كاونت اون، يعني حجم الايردروب بتاعك هيزيد، فمن الاخر لازم تخلص المهمات دي يعني. فده البوت باختصار جدا. طب هل يا ايجي لو المهمات دي ما عرفتش اعملها مش هتأهل للايردروب؟ لا طبعا هتتأهل. المهمات دي مش اجباريه، المهمات دي هتزود حصتك لكن مش اجباريه، عشان ما تقولش انا قلت لك لازم تعملها وحياه وموت، لا المهمات دي اختياريه لكن هتزود حصتك كتير جدا من الايردروب، فانت لازم تعملها. وبس كده، يا رب الفيديو كان عجبك. لو عندك اي مشكله تعالى وانا في جروب التليجرام واحل لك باذن الله. هتلاقي رابط البوت وجميع الروابط بتاعتنا في التليجرام هتلاقيها تحت في الديسكربشن. اشوفكم على خير الفيديو القادم.